العافية. اليوم الفلوج من عند أولمبيا جيم، رايحين مع كابتن أحمد عبد الجليل محترف طبعا. منورين. عنده بطولة إن شاء الله قريب، فرايحين نشيك على الوضع 8 ويكس اوت إن شاء الله. 8 ويكس موفق خير إن شاء الله. إن شاء الله. مع كابتن جاسم إن شاء الله حنخش نشوف. يلا نخش الكابتن جاسم نشوف الموضوع. هو كابتن جاسم بقاله بتاع سنة ونص ما شافنيش أصلا. يلا حبيبي بسم الله. طبعا الجيم وايد كبير، هني الفود ريسبشن والريسبشن مال الجيم، على اليمين صالة حديد وعلى اليسار صالة حديد، أكثر من صالة أتوقع. للحين ما شفنا، أول مرة أشوفها، أول مرة الحين راح أشوف الوضع. طبعا راح نوريكم الجيم كاملا، بس حاليا احنا داشين حق الكابتن. لا ده لسه في فوق وتحت ولسه موضوع كبير يعني ما شاء الله. الجيم جميل ومحل ملابس موجود. ده كان سكوات وولف، كان فاتحه هنا وقفلت دلوقتي. ده ممكن نتصور. ايوه يا صاحبي، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام 100 سلام. عامل ايه؟ ايه الدنيا؟ تمام؟ على طول الناس دي هنا بقى. اولمبيا جيم نايمين هنا على طول. ايه الاخبار؟ جاي تتمرن ولا جاي تشوف الكابتن؟ هنتمرن ونشوف الكابتن. يلا يا باشا انا معاك. ماشي. انا صراحه بقالي سنتين ما جيتش المكان هنا، ولا سنه ونص تقريبا. هو ما كانش كده على فكره، بس ما شاء الله المكان اتطور بطريقه رهيبه، وفي صالون كمان اهو، والدنيا جميله قوي. من يعني تقريبا اقوى جيم في الشرق يعني يعتبر. ايوه دي حقيقه. هو رقم واحد في الشرق. هو رقم واحد في الشارع، معروف اولمبيا جيم. ان شاء الله. هناخذ تمرينة ليجز هنا، نشوف الوضع. هنضبط الامور. هي الفليبر عدوته من شكري عجبني. الشركه دي في الفليبرز عندها حلوه. انت ما تحطوش في الازازه صح؟ احنا كده هنعمل دعايه. اعمل دعايه يا عم. دلوقتي احنا هنبدا تمرينه في اولمبيا جيم في الشارقه عند كابتن جاسم، وانا فاضل لي 8 ويكس على البطوله الفوجيرا، وبعديها بينوس كلاسيك ان شاء الله. فدلوقتي جاي عشان اشيك مع كابتن جاسم. وقت التنشيف وكده لازم يشيك عليا كل اسبوع، فيلا بينا ناخد التمرينه كده على السريع فول بودي، وبعد كده نشوف هنعمل ايه في البوزنج. الكابتن احمد تمرن قبل في اولمبيا، لكن انا راح تكون اول تجربه لي في النادي. انا مريت مرور الكرام على الجيم، شفت الاجهزه في اجهزه وايد اول مره اشوفها. او بمعنى اصح في تريكات في الاجهزه اول مره اشوفها. راح نستعرض في اثناء التمرين، نجرب كم شغله ونستعرضها ان شاء الله بالفلوج باذن الله. حتى طبعا انا لان اول شهر لي للحين بدبي او بالامارات عموما، فقاعد افتر على اكثر من جيم اجربهم، لان كنا نشوفهم اونلاين، ما كنت ازورهم على ارض الواقع. وراح تشوفوني في كل جيم امدح في بعض النقاط. طبعا كل جيم له الفايب الخاص فيه، كل جيم له الاشخاص والتيم المسؤول عن الجيم، كل جيم له اجهزته وطريقه ترتيبه الجيم. يعني انا من ضمن الاشياء اللي استمتع فيها واحب الجيمات اللي تكون واسعه وطويله. فهذا الجيم اوريدي انت عندك صاله على اليمين وعندك صاله على اليسار، وبالنص بينهم هم صاله، ومخلين لك الكارديو كله لو تلاحظون فوق هني بعيد، حتى مو قريب من السلم، لا بعيد تماما، عشان لاعبين الحديد يمزجون ويتاكدون من تمرينهم بشكل تمام التمام. اللي يبي كارديو يطلع فوق وبس. وترى الجيم فيه وايد ابطال. انا حاليا في خلال الخمس دقائق اللي قاعدين بالجيم شفنا اكثر من بطل من الشباب الخامات المحترمه جدا، والشباب معروفين. نفس هذا البطل مثلا من الناس المحترمين جدا. ف ان شاء الله بنبلش الحين التمرين مع احمد، وبعد التمرين بنشوف الكابتن جاسم شو راح يقول على احمد، وهم بنشوف البوزات مالت احمد. احمد من لاعبين الفوزاتهم وايد حلوه، فراح نستعرض البوزنج ماله، وباذن الله خير وموفق خير ان شاء الله في بطولته. يلا بينا. اجهزه غريبه. لسه بنجرب نشوف الاداء عامل ازاي، بس هو الجهاز يعني التكنيك بتاعه حلو، لان هو بيجبرك ان انت تلعب الشيست الداخلي يعني، بس التجميع بتاعه حلو قوي.
ايه حلو. هو بيجبرك ان انت بتجيب الداخلي بتاع الشيست. اوكي عادي. ايزي، لسه بدري. اوكي. ميزه الجهاز نفس ما كان كابتن احمد بيقول، انه لما تنزل يعطيك ستريتش وايد حلو، بلس انه يدخل لك عضله التراي، واحنا اوريدي جاي يلعب شامل على اساس انه بومب لكل الزوايا، فيشغل لك التراي معاه بشكل حلو. روح 1. كابتن احمد عبد الجليل عنده بطوله خلال 8 اسابيع، وحاليا اول تمرين دشيناه. تفضل يا وحش. جهاز ممتاز اقسم بالله. روح ما شاء الله عليك. اوكي عاش. ايزي هب ايزي. عاش يا احمد. هب عاش يا احمد. وحش. كينج 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 بطل. ون مور. ون مور يلا. ايزي لوحدك. اوكي. كينج. ما شاء الله عليك. 3. كم كده؟ 4. 4 5. حلو قوي، حلو قوي الاداء. عاش. لسه بدري. عاش ما شاء الله. مساحة عشان كده بيبان كبير. انت صدق يعني مش مكتل هو كده، لا الشيست عندي بيسموه مميز صدر ليه؟ السباح. يعني في ناس كتير بتعلق على الموضوع ده على انستغرام اللي انا شيست هو فعلا شكله مميز، ما شاء الله. بس هو عشان مدي مساحة كبيرة، ما شاء الله. فاهم؟ في نفس الوقت في الاوزان هو مميز ما شاء الله، شيء كويس. الاوزان عاش ما شاء الله. يلا يلا بسم الله. ايزي ايزي ايزي. روح. سهل سهل. ها عاش ما شاء الله. ما شاء الله. 3. عاش. 4. جميل. اوكي اوكي. ايزي. مش بساعد لوحدك 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 لوحدك. اوكي. فيك كمان. اوكي. فيك كمان. يلا لاست 1 لاست 1. ايزي. بوش بوش بوش. اوكي. انزل بالراحه انزل بالراحه انزل بالراحه انزل بالراحه. ايوه ما شاء الله. اسد اسد ما شاء الله تبارك الله. ايه الكلام؟ كلام على موت. كلام على شيل 20. انا بس لو ارجع اتمرن زي الاول. ما شاء الله. انا بس لا بس وزن بادي بيلدينج انا لسه راجع. لا مش سوري يعني. انا محتاج شكري. الاعتراف بالحق فضيله. انا محتاج شكري. شكري بيشيل ارجع اوزان. بس اتمرن مع شكري. شكري بيشيل اوزان بنت لذينه ما شاء الله عليه. ليتس جو. يلا هوب. 1. ايزي يا وحش. 2 لوحدك. 3 4 5 6. 2 مور. هوب. لاست 1 لاست 1. يلا ايزي. بس واحدة واحدة. عاش عاش قوي. يا رب. انزل تاني بقى. اطلع بقى كامل. دي كده واحدة. تطلع تاني النص. تنزل تاني. واحد. وهكذا. 2. 3. 4. عاش. بومب شغال زي الفل. عاش يا جديد. ما شاء الله. اسد. عاش قوي. الوزن اوكي بس هنتقل الدور الجاي طبعا. بس انا عشان بحب العب عايز اجيب اخر في العداد شويه. ما هو عشان البامب يبقى زي الفل الدم يمشي.
اوري برو جود الحمد لله. معايا قل له يلا عاش قوي. كم 2 مور. 1 مور ها. عاش. يا كتفي ارحموني يا جدعان. عاش. بعض الناس جماعة قول. اداني سر خلى دراعي مرتين في بمب غير طبيعي مش عارف جه منين صراحة، بس انا افتكرت ان انا خدت منه حاجة كده، قال لي ما تقولش لحد حاجة بقى اسراره هو. التركات بتاعت حبيبي يعني والله. زي ما نقول كده كل واحد ليه تركات. حبيبي يا اخوي. وهو بصراحه الصدر انت لازم تعلمني والله كوتش. الصدر. هلا بالغالي، شلونك يا كابتن؟ شو اخبارك يا حجاز؟ الله يحفظك الله يخليك. وين؟ انا كل سنتين باجي لك. كابتن جاسم يا جماعه يعني مو محتاج انه يكون في تعريف عن كابتن جاسم. يا حبيبي كابتن الله يخليك يا كابتن. يوتيوب يوتيوب فلوج ما له اليوتيوب بس يلا. حبيبي انستغرام ان برضه. شاء الله. حبيبي يا كابتن يعطيك الصحه. تشيك تايم، وقف تمرين شيك، انا قصدي هنا ولا هنا عادي؟ وفي اخر التشيك راح اكلمكم على موضوع في التراي مهم. السلام عليكم. بسم الله السلام عليكم. السلام عليكم. نفس المثال الله يعطيك الفجيرة. الفجيرة. شهرين بالظبط. بص عليا ونشوف. اوكي باك ما شاء الله ما شاء الله. اوكي فرونت. اوكي احمد خلاص شايف الدنيا؟ وضعك تمام. انا عارف باجي لك قبل البطوله لا بشهرين، لا لا اوكي شوف بس كنت شوف. بحاول ان انا التزم قبل ما اجي لك يعني. احمد شوف موضوع الاليت بالنسبه لك انت انا ما عندي مشكله معاه لو تارك. لان احنا كل المواسم اللي اشتغلنا مع بعض وانت تارك تجيني مش وانت تتمرن. يعني احنا اخر بطوله مونيس وبطوله فجيره كلها انت كيف جيتني؟ تارك. ايوه بطوله يوم جيتني حق البروليك انا شو قلت لك؟ نبغى شغل ليش؟ انا في عضلات في تعرف انت في معايير معينه بس اليت يعني انت بالنسبه لك بس انت ناوي انا اشوفك اوكي. لا انا مش كذا ما ابغى اتكلم شيل وقف التصوير تبي ناس وقف. ناس بتزعل منه عرفت؟ بس في شوف أيوة. قبل كنت محكور في اليت بسبب تمام. ما ابغى ازعل ناس، لكن الحين الناس اللي يحبون اليت خليهم في الاليت على حسب كل واحد ومحكورين على الاليت اوريدي لان عندهم استفاده ماديه. وما الومهم يعني كل واحد عنده حياه صعبه عنده يعني واحد ياس يحصل لي في السنه يعني واحد من اللاعبين اللي انت تعرفهم ما ابغى يتكلم أيوة. في السنه ياس يحصل تقريبا اكثر عن 120,000 دولار. ايوه ما شاء الله. يعني انت احسبها انت وانت عارف شو اسمه. أيوة. زين عارف. هذا يقول لي انا شو يوديني بروليك؟ انا بسيب بروليك اوكي نفترض جبت توب 5 هيخسر فلوس مش هيكسب فلوس ما لأن يعني لا انا هاي السنه هذا اللاعب ما بقول لك هو الاول هو من المرشحين بقوه انه صعب ينغلب. انت تعال 3 سنوات ما انغلب. زين انت احسبها يقول لي يعني حسبناه في البطولات اللي بيشاركها 4 بطولات مجموعهم اذا جاب الاول فيحصل له بالدرهم الاماراتي تقريبا قريب 800,000 درهم. ما شاء الله. خلينا واقعيين اوكي. يقول لي زين كابتن انا قارن عمري باندرو كان معنا في الفريق. اكيد. اندرو في السنه كم ياس يحصل؟ اندرو توب 5 اولمبيا ايوه يحصل 800,000 درهم؟ لا لا. فانا قاعد هني في هي بيتي عايزه نفس طويل. حلو. شوف انا احب العضلات وانا احب البروليك اكثر من الاليت. ايوه. لكن يجي لي لاعب يقول لي كابتن انا خلال سنتين اشتريت بيتين في بلادي اشتريت سياره. ايوه فاهم. انا هاي السنه اذا انا جيت يقول لك اقول لك انا اقدر اجبرها. يعني يقول لي انت اخوي كبير قول لي
روح انا بروح. بس انا ليش اقطع رزقه؟ هاي يعتبر قطع ارزاق. اكيد. انا ليش اقول له روح؟ وانا متاكد اذا صار يعني ما بيطلع من توب 6، بس يقول لي انا لو جبت توب 5 مش توب 6 ايوه شو بحصل؟ لانه هو يقارن عمره باندرو لانه صاحبه اندرو. اكيد اكيد. يقول لي اندرو الحين معي زين كم توتال يعني الكاش اللي حصله في السنه؟ ما يوصل 500,000 معروفه درهم. كابتن، يعني من غير ما تقول معروفه الام بي سي البطولات بتاعته الفلوس بتاعته حلو. قليله ومحدوده. هاي هي. ايوه. ليش؟ لان البطل جالس يفكر في امور الماديه ومو بغلط. الحياه أكيد. صعبه، أكيد. يبغى يامن مستقبله، يبغى يامن لأنه مستقبل مصاريف زي ما عياله. عارفين. وفي نفس الوقت عندي ناس، انت ما ابغي اذكر اسامي الحين لانك انت حاط أيوة. السماعه، عندي ناس صغار في العمر 22 23 سنه جالس اقول له روح للاليت، حط لك يجمع لك شويه كاش أيوة. بعدين روح. تعرف شو يقول لي؟ يقول لي كابتن مع ان أيوة. ظروفه صعبه أيوة. جيناته جميله، يقول لي كابتن انا ما تهمني الماده، انا ابغي اشارك اولمبيا. ايوه فاهم. انت فهمت منو قصدي؟ انا عارف. لا انت فهمت. عمره 22. عارف. اقول له انا نصيحتي لك 3 سنوات شارك اليت، وانا اقول لك انت بعد سنه صعب حد ينافسك في الاوفرول، صعب حد ينافسك في الاليت، في المحترفين الاليت. ما يبغي خلاص بشكل 100%. ايوه. ففرق في التفكير. وانا احمد انت يوم قلت لي بروليك قلت لك انا حاضر، يوم قلت لي اليت اقول لك انا حاضر. جيت ففي النهايه انت اللاعب تعرف انا مصلحتك، دايما بقول كابتن تعرف جاسم مصلحتك. مصلحه اللاعب، ودي حقيقه انت صراحه. مصلحتك شو؟ انا حاضر، انا اساعدك. والله أعمل. امس يقول لي أنا امس قلت له يقول لي والله. هو امس قاعد يقول لي كابتن جاسم انا شفته انه وين ما اللاعب يشوف مصلحه لاعبه واللاعب شنو يحب دايس معه. ترى هو هذا اهم شيء والله. الله يعطيك الصحه صراحه. يعني انا اصير مثلا اوكي اشارك هناك في الاتحاد الثاني اي مثلا، انت جبت كارت، انا نشوفه في الكارت اذا انت ما تبغى تشارك اولمبيا ولا انت مؤهل تكون توب 15 اصلا، حرام صح. شو بتسوي يعني؟ أيوة، صح. يعني سوري ظروفك الماديه صعبه وبتصير لي هناك، ولا انت مؤهل وانت عارف نفسك ان مستواك مش توب 15. صحيح. اما انت تنافس وفي النهايه ترى انا كابتن من انا داخل. جربت واحد من الناس، انا كنت في الام سي، كنت بسافر بطولات في امريكا، فعايزه كميه مصاريف كبيره، يعني العائد اللي هيجي لي مش هيجي لي، مش هيجي لي قد اللي انا بصرفه. طبعا. فانا كنت في ام سي وحولت اليت بسبب صراحه الموقف ده اللي انت بتقول عليه، ده امر واقعي. انا جيت الاليت بيصير يعني بحس ان انا كنت بصرف ما بلاقيش، وجيت في الاخر في النهايه مش عارف اصرف زياده على البطولات. مش عارف توصل. انا من وراك، هذا من وراء كان بروليك، جهزت حق بطوله بروليك لكن ما خذينا الوقت الكافي، تقريبا اقل عن شهر. حول بعدين جت له شويه ظروف وقف. جاني قبل بطوله بونيس قال لي بشارك بطوله بونيس قبلها 5 اسابيع بدون سكرت جهزنا وهو من الزيرو خلاص تارك التمرين. ومن زيرو جسمي قال فعلا لي يعني جاني انا تارك شهرين يقول لي وعندي ترك شويه الجيم ظروف، نهائي. عندي بطوله بعد 5 اسابيع. قلت له اتس اوكي جو. جتني كميه مسجات بسبب يعني. والسب الخاص، انت ضيعت اللاعب وانت سويت ومن محترف بروليك الى محترف الى اليت. زين ريال في حياته ما حصل فلوس ايوه مثل ما حصل في هذا. الجائزه في 1000 فهمت علي؟ الله يعطيك الصحه. فانا هو درى هو كانت عنده يعني عنده مشكله ماديه مثلا، فصار وفعلا اول مره في حياته يحصل فلسين ورا اللعبه. الحمد لله. فهمت علي؟ الحمد لله. مع اني انا محب للبروليك اكثر من اي انا اي مدرب محب كمال اجسام لازم. انا من السويد احب العضلات. فهمت علي؟ يعني تقول لي لاعب فيزيك لاعب بروليك اليت، لا اقول لك بروليك. ترى انا من ايام ما انت عشان كنت عضلات. تجهز علي عمر كنت ببريطانيا. علي علي عمر ايبي ايبي انا كنا صغار انا وهو. انا كنت بالكويت وانا اعرفك عادل وكلمتك اكثر من مره بالكويت عند ووان. قدوه في المجال انت صراحه. الله يعطيك الصحه وما شاء الله عليك يعني، وان شاء الله نشوفه الاول باذن الله. باذن انا الله. شايف ايه من ناحيه وضعك تمام يعني. يعني انا ظبطت جسمي شويه عشان انا ما بحبش اجي الكابتن لا جاسم لا اوكي. صراحه من الصفر شويه، قلت اما اشد في التمرين شويه واجي عشان عندك وقت ان شاء الله كابتن جاسم حضرتك 5 اسابيع وضبطك 8 اسابيع مش هضبطك ان شاء الله سهل. حفاظ جسمه يعني في الحمد ناس لله. انت تشتغل معاهم ما تعرف رياكشن تسوي، خلاص رياكشن جسمه احنا نعرف شو جهزنا يعني. كذا الحمد لله. بطوله التلويد وكل حاجه حفظنا جسمي محتاج له، الحمد لله. فان شاء الله خير يعني. ان شاء الله بتشوفونا الاول في بطوله الفجيره مع كابتن جاسم، وان شاء الله بينوس باذن الله راح يجهز لها.
يلا نكمل الجزء الثاني في الجيم. الدور الثاني. هو اصلا انت اتفاجئت طبعا. روعه روعه. انا اول ما طلعت قلت اوف انصدمت. ممتازه. بتقول لي بيكون في بطولات هنا؟ بيعملوا ساعات بطولات بوكس ما هنا شاء الله. انا بصراحه من احسن الجيمات اللي باخد فيها تمرين حلو قوي من ناحيه الاجهزه وكده. اوكي سوري. مش واخدين بالنا طبعا. داخلين بالشوز. دي الاطفال اللي الله. ايه ده فعلا تصدق؟ والله تمارين اطفال. اجيب تعال. يا الله. بايسبس. اتوقع كمان اجهزه ترايسبس. اتوقع يعني ترايسبس تكون موجوده. اهو شوف ترايسبس. هو تمرين الدراع كله هنا. وبعدين الكارديو ما شاء الله كارديو مساحه كبيره. يعني ترى مش ليست فقط هذه الاجهزه، في جوا لسه وفي في اسانسير. بص، هو الجو التمرين هنا بيشجعك ان انت فعلا تتمرن تمارين حلوه. مش يعني صراحه روعه الجيم روعه. انا بس لولا المكان بعيد عليا فعشان كده ما بعرفش اجي بسهوله يعني. من دبي للشارقه الموضوع صعب شويه. تعالى ادي فيو من هنا برضو من فوق كده. شوف الجيم روقان يعني مش جميل. على فكره دايما ما شاء الله الاجهزه هنا بيجددوا فيها. انا ملاحظ كل ما اجي هنا بلاقي حاجات جديده. يهتموا فعلا، واضح الاهتمام بالجيم، واضح ان العملاء اصلا مبسوطين مرتاحين. ما عشان اصلا ما فيش جيم في الشارع كده. احنا عندنا بايسبس. عندنا بايسبس، يلا بينا. يلا تعال. انا من النوع اللي في الباي لما نلعب باي احب اخلي العضله الثانيه فيها ستريتش، يعني حمله وزن عشان يعطيني مساحه للباي بعدين. هو تمرين الكيبل الصراحه انا بحبه في الترايسبس والبايسبس. بحس اللي هو بيدي حقها كده في التمرين شويه من ناحيه الاسترتش ومن ناحيه اللي انت تكور العضله شويه لفوق. يعني بتجيب العضله بتجيب اخرها لفوق ولتحت. عاش. ما شاء الله عليك. عاش. جهاز قوي. تحس عضله البايسبس ايه بتلعب لوحدها خالص. منعزله. اتحرقت حريقه. احلى حاجه ان انت تلعب على جهاز تحس العضله من اول عدتين. تعرف ان الجهاز ده فاجر فشخ. تعرف ان الجهاز فعلا شغال حلو يعني. انت عندك البيك حلو ترى. البيك بتاع البايسبس جميل ما شاء الله. ترى انا اول تمرينه لي اتمرنها مع احمد عبد الجليل، مع اني اعرفه من سنين. من فتره طويله، من ايام كانت الاحتراف بالكويت. عاش. لازم نجيب بقى ايه اخر العضله. ايوه موتها روح. التمرين بتاعنا في البطولات كده اللي الناس ما تعرفوش، اللي احنا بنجيب اخرنا في التمرين في كل العدات. في ناس فاكرين الفيزيك يعني هبل او دلع او كده. لا كل الناس بتتمرن. ما انت يوم ما تتدلع مش هتكسب. لازم تعرف اللي في ناس بتتمرن اكتر منك. عاش قوي. عاش ما شاء الله. شكلنا هنخلي
يوسف يلعب بطولة الفجيرة. حاجه صورك واشجعك ان شاء الله. انت هتشوف المسرح هحس ان انت هتطلع تلعب. في حد قال لي كده، المسرح انت يا حازم جامد. صح؟ حازم قال لي مسرح المسرح جامد. اقوى المسارح اللي المسرح شفتها. صراحة بيشجع الواحد يقف عليه. المسرح شكله محترف بتاع الفجيرة، بيشجع الواحد انرجي كده اللي انت تلعب فعلا بطولة. عاش. اي جامد. جيب اخرك. عاش. عاش قوي. مور. لسه. عاش. حاجه 88 انت 89 ناشف على المسرح تبقى كام تقريبا وانت ناشف؟ انشف 89 90 وزن تقيل برضه. م-م. تقيل 89. يعني انا عشان انزل ام بي سي تاني بحسبها على طولي لازم تقريبا ما اعديش ال 91. بس انا اظن 91 صافي، اركز بس على نقط ضعفي ابقى كويس. انت لسه فاهم؟ هتظبط زياده حتى انا كان هتكتل في ظهرك مشكلتي شويه زياده انا كام وزن. كان مشكلتي مش الحجم نفسه، مشكلتي الديفينيشن والعمق العضلي. فاهم؟ هي دي كان مشكلتي بس. يتصلح كله، انت شغال عليهم اهو. هشتغل عليهم باذن الله. الحمد لله. يلا واحده كمان ولا واحده كمان. ها؟ ممكن ادخل همر، اي حاجه همر. تعال نخش هم. شوي. يلا. روح عاش. 1 2 3 4 5 6 7 8 عاش 9 10. جميل. 1 2 3 4 15. اوكي. جميل. عاش. 2 3 4 5 6 ها 7 8 9 10 5 يلا 4 3 مور ها 2 اي 1 مور. عاش. عملنا النهارده بامب في كل العضلات ايه عذاب. لا بس الفايب حلو قوي في الجيم، حلوه. الواحد مرتاح. هو في البيت مفيش كده صح؟ لا لازم ايد واحده. ايد واحده تقف في الوقفه بتاعتك. ايوه حلو. وممكن تعمل تركايه شويه اللي هي فاهم؟ ايوه لا لازم انت عادي ممكن توقف، بس هم لازم قوانينهم لازم يعني حتى الفرونت ما ينفعش بالجنب بجنب، او لازم يكون فرونت برضه فرونت. فاهم؟ او عايز بجنب شويه ماشي. ايوه كده. فاهم؟ اوكي ده حلو قوي. فاهم؟ وبعد كده الجانبي لا ما عندهم بقى هم المشكله دي. بص امامي جانبي الرجل اهي وترجع دي والرجل دي بتبقى كده. ولازم ما تقفش بجنب قوي عشان انا غلطت الغلطه دي قبل كده. لازم تعوج لهم، لازم ده كله يبان. لازم كده. وبعد كده تاني الظهر في مرايه اهي بتبص فيها. ايوه. ولازم ايد واحده في وسطك، هي دي بقى المشكله. ايد واحده في وسطك. ايوه. ودي الثانيه كده، ولو عايز تخلي رجل واحده لبره خليها عشان هم عايزين كده برضه. ده ايوه دي الوقفه بتاعتي. تمام. وبعد كده بتنقل تاني الجنب الشمال. نفس الوقفه انت ممكن تعملها اهي، تلف نفسك كده. ما هو بص كل واحد اي انسان كده في الكون عنده الزاويه مميزه عن زاويه ثانيه. تمام. لسه طالبين سلمون. تونا طالبين سلمون عشان ننهي اليوم صح. اول شيء قلت لكم راح اذكر نقطه التراي. فكره التراي اللي كنا نتمرن انا واحمد ان الكيبل ما يكون عالي للاخر على اساس ما يسوي فول ستريتش اولا. ثانيا لما تطلع للنص وتترك الوزن وترجع تمسك وتنزل في هذه الحركه يصير عندك
انقباض اقوى. ليش؟ لان انت بعد ما طلعت وخليت الاعصاب تفك، العضله ترى العضله تفهم، يعني الجسم يفهم عموما. يصير كانه بالضبط العضله وصلت لمرحله الراحه، ترك الوزن بنفس اللحظه. انت تركت، مسكت على طول، نزلت مره ثانيه، فيصير شوك العضله، فيكون في تمزق اكبر للالياف بشكل نسبي فقط، فيساعد في مراحل العوده السريعه. في مرحله مثلا احنا كان اليوم مثلا شنو الهدف؟ كان هدف نسوي بمب عالي لمنو مع احمد عبد الجليل، على اساس عنده شو قريب ولازم الكابتن يشيك عليه. فدائما الكباتن، معظم الكباتن قبل لا يشيك على اللاعب يقول له دش سخن، عطني بمب حق الجسم كله وخلينا نشوفك. وهذا اللي صار اليوم الحمد لله، وكان مستوى جبار. وفي نفس الوقت انتهزنا الفرصه ان احنا نتشرف بتعرفنا على كابتن جاسم العلي وجها لوجه. شخصيه قويه، واللي لاحظته بعيدا عن المدرب كويس، نصايحه كانت في محلها جدا، ونبه احمد على اشياء وايد. فعلا الواحد لما يسمع الكلام بعدها يطالع اللاعب يشوف ايه صح، والله المدرب عنده نظره. فسبحان الله الواحد لما يقعد مع مدربين وايد ياخذ نظراتهم وياخذ خبرتهم يستفيد. جمة وايد ممتاز، هو شخصيته محترمه جدا جدا في الاستقبال، الله يعطيه الصحه، استقبلنا احسن استقبال. لكن النقطه اللي فعلا اثرت فيني وعلقت عليها حتى لحازم والاحمد بعد ما خلصنا، وزادت احترامي بشكل كبير لكابتن جاسم، هو ان بعد ما خلصنا تمرين وبعد ما خلصوا عرض احمد واعطانا نصايح وخلصنا، قاعد مع احمد ساعتين وشيء طاوله لوحدهم على اساس يسوون الخطه ترى يقدر يسويها بنص ساعه، ب10 دقائق، يقعد معاه من 10 دقائق لنص ساعه يكون مخلص، لانه خلاص هو متعود على جسم احمد نفس ما ذاكر هو في البوزنج روم. لكن قعد ساعتين الى ساعتين ونص يتكلم مع لاعبه، عطى وقت حق لاعبه طويل. حسيت انا وصلني انا وانا قاعد بعيد اهتمامه فيه. وهذه للاسف الشديد في الفتره الماضيه ما تحصلها في معظم المدربين، للاسف الشديد، اللي هي الوقت. لان اثمن شيء عند الشخص شنو؟ ولا فلوسك، لا شيء، ما في شيء اثمن من الوقت. فاذا المدرب يعطي هذا الوقت للاعب واحد من تيم كبير، كل لاعب طبعا انت تتعلم او تفهم انه دام سواها مع احمد يسويها مع فلان، يسويها مع محمد، يسويها مع كذا. فهذا شيء اللي جذبني جدا في كابتن جاسم صراحه. قمه الاحترام، قمه التواضع، قمه الخبره، والجيم فوق الممتاز. فحاب انهي الفلوج بتحيه واحترام وتقدير لكابتن جاسم بكل امانه، شخصيه فوق الممتازه. تشرفت اليوم فعلا، حتى قلت حق احمد واحنا بالسياره، قلت له انا اليوم الشيء اللي انا كسبته اني تشرفت فعلا بكابتن جاسم العلي في جيم اولمبيا في الشارقه. اشوفكم ان شاء الله الفلوج الجاي.